كان لازم يوليوس يفكر الحمام لما بيتوه بيروح فين ومين بيأكله. تصور درونز موجودة من سنة 1858. يمكن كانت أول محاولة عملها الناس إن هم جابوا بالون كبير قوي عشان يشيل الكاميرا ويبدأ إن هو يصور الأماكن البعيدة. وكانت تاني محاولة 1903 لما الناس حاولوا يثبتوا الكاميرا على طيارة ورق عشان تطير وتصور بيها الأماكن البعيدة. ورغم إن التجربتين أخدوا براءة اختراع، إنهم ما نجحوش قوي بسبب إن البالون والطيارة الورق ما قدروش مع عناصر المناخ إن هم يتحملوا الكاميرا عليهم. ولأن الحاجة الاختراع سنة 1908 بالصدفة التجربة الناجحة كانت عن طريق الدكتور والساحر والرجل الاعمال الالماني يوليوس نيوبرونر. يوليوس كان بيبعت الحمام الزاجل اللي هو بيربيه بالشنط فيها الدواء للعملاء بتوعه. وفي مره من المرات تاهت واحده من الحمام الزاجل ورجعت بعد 4 أسابيع. كان لازم يوليوس يفكر الحمام لما بيتوه بيروح فين ومين بيأكله. ومن هنا بدأ ان هو يشتغل على تصميم اول درون ناجح. صمم يوليوس كاميرا وزنها 40 جرام بعدستين بتصور اوتوماتيك، وكان شيلها سهل على الحمام اللي متعود يشيل علب الدواء. الحمام الزاجل اللي كان بيطير لمسافه 100 كيلو متر وهو شايل معاه كاميرا بتصور 12 صوره في رحله الطيران الواحده. ومن سنه 1910 بدأ التسويق لكاميرات سيستم دكتور نيوبرونر في المعارض الدوليه للمصورين، اللي بدأوا ان هم يجربوا بالفعل لاول مره التصوير من ارتفاع. بعد بدايه الحرب العالميه الاولى اضطر نيوبرونر انه يسلم كل كاميراته المحموله للاستخدام العسكري، لكنه كمل حياته في البحث والتطوير في كاميراته المحموله اللي فتحت الباب من 114 سنه للناس ان هي تطور وتستخدم الدرونز اللي بنشوفها النهارده. اعمل لنا لايك وفولو عشان تعرف معلومات وقصص اكتر عن التصوير. يوليوس كان بيبعت الحمام الزاجل اللي هو بربيه وبيحط فيه شنطه صغيره في رجله إيه يوليوس اللي انا مش عارف اكمل اسمه وهتلاقوه تحت. اعمل لايك وفولو عشان تشوف اللي اكتر اللي جاي.